السلام عليكم. أكدت تقارير إعلامية أن الأسطورة زين الدين زيدان اختار حضور مباراة المنتخب الجزائري أمام المنتخب الأرجنتيني في نهائيات كأس العالم في أمريكا بدلا من مباراة المنتخب الفرنسي أمام السنغال. وحسب صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن زيدان المتواجد حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية قرر حضور مباراة المنتخب الجزائري لدعم ابنه الحارس لوكا زيدان. وتابعت الصحيفة الفرنسية أنه بين ملعب ميتي لايف في إيست روثرفورد وملعب أروهيد في كانساس سيتي تبلغ المسافة 1800 كيلومتر، والأهم من ذلك فارق زمني قدره 5 ساعات بين مباراتين تثيران قلق زين الدين زيدان. وأكدت الصحيفة أن زيزو لا يستطيع الانتقال بعد مباراة فرنسا والسنغال لمتابعة مباراة المنتخب الجزائري، لذا اختار الأسطورة الفرنسية حضور أول مباراة لابنه لوكا ضد أبطال العالم. وتلعب مباراة فرنسا والسنغال أمسية الثلاثاء بداية من الساعة 8 بتوقيت الجزائر، في حين تلعب مباراة الجزائر فجر الأربعاء على الساعة 2. شكرا إخواني على كرم المشاهدة. ما تنسوش تدعمونا بالضغط على زر الإعجاب وأن تشتركوا في قناتي المتواضعة. وحظ موفق للمنتخب الجزائري، ودمتم في رعاية الله وحفظه. شكرا.